السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب القلب وكل شي مشترك عندي بالقناة ومتابعني. أول شي فضلا وليس أمرا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تاني شي يعني مظبوط اللي قال ما في حلم ما بيتحقق. آه، أول شي إذا بدك تبتدئ جديد على اليوتيوب بده يصير عندك انتقادات كتير على ما حتصير ما بعرف شكلوه وعلى. انت خلي املك بالله، يعني الثقة بالله نجاح. خلي املك بالله. انا مثلكم، انا مبتدئ جديد، بس انا من ورا الانتقادات الحمد لله فضل الله وفضلكم من الصفر لل 13,000 وشوي. 13,000 مشترك وشوي، وإن شاء الله عقبال غيري يا رب. أنا نصيحتي اليوم إنه ما في حدا يقطع الأمل بشي، ولا تقاسوا من شي. أعمال اللي أنت حاطط حلمك فيه وما ترد على حدا، لأن هيدا اللي هو عم ينتقدك هو منه رايد لك تصير. هو يصير بس أنت ما تصير. أنا ما رديت على حدا واجاني انتقادات كتير على مسخرة وما بعرف شكلوه وما بعرف هلا حكاية لصرت. وان شاء الله هلا بينتقدوني، اوه بدك كتير لتصير 100,000 وبدك كتير لتصير 20,000 وبدك. لا، انت منك اكرم من ربك. يمكن الفيديو صغير تصير مليار، الفيديو طويل ما تصير شي. انت منك اكرم من ربك، هي بتصير بالعكس. يعني فيديو كمان طويل يمكن تصير وفيديو قصير ما تصير. انا نصيحتي اللي وجهت لكم اياها لجميع المبتدئ جديد انه ما تيأس من شي، ما تيأسوا من شي. شباب وصبايا، يعني كل شي بدكن اياه بيتحقق بإذن الله. انا كنت مبتدئ من الصفر وانتقدوني كتير انا وضليت مكفى وما رديت على اي حدا، والحمد لله بفضل الله وبفضلكم كل يوم عم يزيد اكتر واكتر. انا نصيحتي اليوم عن كل هالموضوع انه كفي. اذا انت مبتدئ كفي على اليوتيوب، كفي حلمك والله معك والعالم معك. قبل العالم الله في معنى، بس كفي. لان طول ما انت عم تدعي على الانتقادات ما بتصير، واللي عم ينتقدك هو بيكون رايد هو يصير وانت ما تصير. وشكرا حبايب قلبي على كل مين عم يدعمني، وإن شاء الله يا رب غيري كمان بصيروا. شكرا لكم جميعا، وأنا بتشكركم، وما تنسوا الاشتراك بالقناة. شكرا كتير.